في كذا حد بعتولي بيسالوني انت ليه مش بتقولي لنا وجبات، يعني نفطر ايه، نتغدى ايه، نتعشى ايه في السوشيال ميديا. ده هيكون في عدم امانه من ناحيتي، لان انا مش عارفه جسمك هيتفاعل ازاي مع الحاجات دي، مش عارفه ايه تاريخك في الدايت، عملت دايتس عامله ازاي، ايه الحاجات اللي كان جسمك بيرسبوند ليها كويس، وايه الحاجات اللي فيها ريزيستنس. مش عارفه نظام حياتك، مش عارفه بتتمرن ولا لا، مش عارفه الريت بتاع الحرق عندك عامل ازاي، مش عارفه هل انت مش شخص مثلا بيتمرن كل يوم فالريت بتاعه اعلى. مش عارفه لو عندك كونديشنز معينه، في ناس عندها مثلا سكر، في ناس عندها حاجه في القلب، في ناس عندها ظروف صحيه معينه تمنعها من ان هي تاكل حاجه، او عندهم حساسيه من حاجات معينه ما ينفعوش ياكلوها. فزي ما انت ما ينفعش مثلا تكلم دكتور السنان في التليفون او دكتور القلب او دكتور الضغط او اي حاجه وتقول له بالكلام وهو يقوم كاتب لك دواء من غير ما يطلب منك تحاليل، من غير ما يطلب منك اشعاعات، من غير ما يطلب اي حاجه. التعامل مع جسمنا ما بيمشيش كده. فانا مش هقدر اعمل كده للاسف يا جماعه، لازم ابقى عارفه انا بكلم مين وايه ظروفه الخاصه بيه هو شخصيا، عشان نقدر ان احنا نقول له كل كذا ما تاكلش كذا، ده هينفع معاك، ده مش هينفع معاك، وهكذا.